عملت لكم برياني بطريقة جديدة بحليب جوز الهند، طعمه مرة لذيذ. هبدأ بتشويح اللحمة، هضيف الزيت، هضيف اللحمة، هنحمرها من كل الجهات. هنشيل اللحمة بعد ما تحمر معانا، وفي نفس القدر اللي حمرنا فيه اللحم هزود عليها زيت. هضيف البصل، نحمر البصل لما تدبل معانا. هضيف الزنجبيل، هنضيف الثوم، فلفل اخضر الحامي، هنقلب لما ريحه الثوم تظهر معانا. هنضيف الكاري، كركم، كمون، كزبره. هنشوح البهارات لما تطلع ريحتها. هنضيف الطماطم المعلبه، ممكن تستخدموا العادي. شويه ملح، ملعقه سكر، حليب جوز الهند. هضيف القرفه ونقلبها شويه. هنضيف اللحمه، هنطبخه ساعة ونص إلين ما ينضج معانا اللحم. نزلنا بالرز، أول طبقة أنا سلقتها نص سلقة. هنضيف طبقة من الصوص اللحم اللي احنا عملناه. هنضيف الطبقة الثانية من الرز عليها. هنضيف الطبقة الأخيرة من الصوص، ونضيف عليها كزبرة على الوجه. هنغطيها بالفويل. هندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة على نار هادية. كذا يكون ألذ برياني جاهز معانا. طعمه مرة لذيذ ومختلف، أتمنى تجربوها.